هذا البرنامج من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية. السلام عليكم ومرحبا بكم في قطار المنى. حنا متواجدين في المدينه ديال تازا، هنايا فضاء التنشيط واللجنه التنظيميه، هنايا المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتكوين المهني. كما كتشوفوا منظمين وناشطين هنايا في المدينه ديال تازا. ويلا بينا دابا نشوفوا الجديد ديال القطار. ربي يخليك. اقترح عليكم دابا نسمعوا الكلمه اللي وجدوها بعض طالبات ثانويه نصر التاهيليه. بعد تظاهرات مؤتمر كوب 21 التي أقيمت بباريس ما بين 30 نوفمبر و11 من شتنبر 2015، تأتي تظاهرات مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية كوب 22 لهذه السنة. كما يبذل المغرب مجهودات كبيرة للتقليص من انبعاثات الغازات المسببة في الاحتباس الحراري، أهمها مشروع محطة سنور للطاقة الشمسية بمدينة ورزازات، مشروع المغرب الأخضر واللواء الأزرق للشواطئ المغربية، وأخيرا مشروع الطاقة الريحية وغيرها من المبادرات. كيفاش ممكن نحافظوا على البيئة؟ بطبيعة الحال حنايا البيئة ديالنا أمانة وخصنا نحافظوا عليها. كاين بزاف ديال لي زاكتيفيتي اللي كنديروها داخل ليسي ديالنا وفي النادي البيئي بحال التشجير مثلا مثال، ونجمعوا الازبال ونحسوا التلاميذ اللي كيقراو معنا في المدرسه ولا خارج المدرسه انه ما يبقاوش يلوحوا الزبل، لانه كيترتب عليها بزاف ديال المشاكل اللي تقدر تضر الصحه ديالنا ومن بعد نوقعوا في شي امراض مستعصيه. اولا للمحافظه على البيئه يجب تقليص انبعاث الغازات الدافئه نحو الغلاف الجوي. وحنايا في الثانويه ديالنا كنديروا مجموعه من الانشطه، اولها التوعيه باهميه البيئه والتحسيس باهميتها. ثانيا نقوم بمجموعه من الامور كالتشجير وغيرها من الامور الصديقه للبيئه. معنا الأستاذ كمال وغادي نسولوا على العمليات الإيكولوجية اللي ممكن نحافظوا بفضلها على البيئة. الحقيقة هناك مجموعة من العمليات الإيكولوجية اللي نقدروا نقوموا بها. مثلا في البيت ديالنا نقدروا نستعملوا واحد المصابيح اللي هي صديقة للبيئة، اللي ما كتستهلكش واحد الطاقة كثيرة بزاف. نقدروا مثلا الى مشينا لواحد الجانب اخر في المنزل ديالنا النيت، نقدروا مثلا نشوفوا النجاعه الطاقيه داخل المنزل. يعني في الاول نقوموا بتصميم واحد البيت صديق للبيئه اللي كيضمن لنا واحد البروده في فصل الصيف، واحد سخونه في الفصل الشتاء. يعني الاستعمال ديالنا اللي غادي يكون ديال المكيف ولا الاستعمال ديالنا ديال هذاك المسخن غادي يكون ناقص بزاف. حتى زعما العموم كنحاولوا نوعيوهم بواحد الممارسات جديده، واحد الممارسات سليمه، ممارسات صديقه للبيئه اللي غادي تخلينا نقصوا ولا نعقلنوا الاستهلاك ديالنا ديال الطاقه الكهربائيه، ونعقلنوا ايضا الاستهلاك ديالنا ديال الماء. وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديال تازا. غدا غادي نتلاقاو في قطار المناخ في المحطه ديال الناظور. وباش نبقاو اصدقاء البيئه مثلا في المنازل ديالنا، الا ما كناش محتاجين نشي ضوء اللهم نطفيوه. اذا